في الفيديو ده هنشرح مع بعضينا ميزة الاختبار ال AB. في الفيديو ده هعرفك ايه الاختبار ده وبيعمل ايه وايه بتستفاد منه، وبإذن الله الشرح يكون خفيف على قلبكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. تعالوا كده يا جماعة نشوف ميزة الاختبار ايه فايدتها. اول حاجة يا جماعة، ميزة الاختبار فايدتها حاجات كتيرة، لان اول ما ندوس كده عليها مثلا تمام بيظهر من عندنا اختبار الصورة المصغرة والعناوين المقارنة او المقارنة بتاعتهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقارن بين الصورة المصغرة والعناوين وبيشوف انهي الافضل. تمام، تعالى هنشوف العملي كل حاجة. بيقول لك العنوان هنا، بيقول لك تختار مثلا عنوان فقط. اتنين بيقول لك الصورة مصغرة فقط، تختار 3 صور مصغرة فقط. التلاتة بيقول لك صورة مصغرة وعنوان، يعني تقدر تختار ليك 3 صور مصغرة و3 عنوان. طب ايه فايدتهم دول؟ انا بالنسبة لي فايدتهم حاجة كبيرة جدا، لانك انت دلوقتي ساعات بتحتار بين صور مصغرة وبين عناوين وايه الافضل. تمام، طبعا بتكتب مثلا العنوان ده من وجهة نظرك انت لا مش حلو، بوجهة نظر غيرك ممكن يشد اكتر منك، فانت بتتلخبط بين دي ودي. فاليوتيوب عمل الميزة دي لانك تعرف مثلا ايه الافضل. مثلا انا كاتب عنوان واحد اللي هو افضل معدات للمبتدئين، اقدر اكتب عنوان تاني وتالت، واقدر كمان اضيف صورة مصغرة تاني وتالت، واقدر اضيف الاتنين في بعض، الصورة المصغرة والعنوان. يعني شوف مديك حاجات كتيرة تقدر تعملها واحنا مش مستفيدين منها. يا جماعة يوتيوب منصة كبيرة، يعني هو اللي بيفيدنا مش احنا اللي بنفيده. يوتيوب بيدينا اقتراحات وبيدينا مميزات جديدة، وطبعا في مميزات كتيرة وتحديثات كتيرة شارحها في القناة، روح شوفوها. يعني يوتيوب بيدي حاجات كتيرة للقنوات الصغيرة والمبتدئين واحنا مش بنستغلها صح. يعني الكلام ده يا جدعان، اليوتيوب ايه بيعمل؟ بيقارن بين الصغير واللي جاب مشاهدات وبيشوف ايه الافضل فبيحطوا لك في الاخر. هوريك دلوقتي حاجة حاجة. تمام، مثلا نطلع من الفيديو ده. تمام، تعالوا كده نجيب فيديو مثلا اضفنا فيه الاختبار ده احنا. كده يا جماعة جبنا فيديو بيدينا عن البتاع ده. بص هنا يا جماعة، ملاحظين العناوين؟ دقيقة اجيبها لكم تاني. بصوا، ملاحظين العناوين يا جماعة؟ بصوا كده يا جماعة، ملاحظين العناوين؟ بيقول لك افضل 5 تطبيقات لقفل الشاشة والتطبيقات. اتنين اللي هو العنوان التاني بيقول لك احمي موبايلك من مثلا، احمي موبايلك وشرطة بيقول لك افضل 5 تطبيقات لقفل الشاشة والتطبيقات. بص هنا هتلاحظوا في نسبة وقت المشاهدة، هو ده اللي بيحدد اني الافضل. يعني يوتيوب ايه بيعمل؟ يوتيوب مثلا بيجيب العنوان بتاعك ده بيقترحه على ناس صغيرة، سواء مثلا 10 اشخاص 20 شخص، فبيقترحوا بيشوفوا الناس دي مثلا ضغطت صح على العنوان وسمعوا الفيديو ولا لا. اول ما بيضغطوا مثلا بيحسب نسبة الوقت المشاهدة، بعد كده يبدأ يقترح الفيديو العنوان التاني، ويشوف هل الناس عملت زي الاول ولا لا. بيشوف ان نسبته اكتر والناس قعدت اكتر في الفيديو، فيبدأ يشوف العنوان الافضل ويحطه تلقائيا من غير ما اي كلام ولا يقول لك اصلا. تمام، بس هي مشكلة صغيرة فيه. العيب اللي فيها يا جماعة اللي هو بيطول، بياخد وقت كبير عشان بيحسب الفيديو. طبعا من حقه ياخد وقت، بس دي مشكلة. ممكن من صناع المحتوى تقول لا انا مش هفضل الكلام ده ولا البتاع ده، بس هو الاحسن ده افضل خيار ليكم طبعا، لان بيوريك اني الافضل ومش الافضل. تمام، زي ما قلت لكم كده بيحسب نسبة الوقت المشاهدة، وبيحسب وقت الساعة، وبيحسب كل حاجة، وبعد كده في الآخر بيقرر إيه الأفضل ويحطه تلقائيا. أنا يا جماعة بوريكم بالتفاصيل حاجة حاجة عشان برضو ما تقولوش مثلا لا ده كذاب ولا مش بيعمل الكلام ده. تمام، تعالى ندخل. لو دخلنا على الفيديو ده مثلا، تمام، بالراحة خالص كده، وجينا اختيار الاي بي، هتلاقيني حاطط 3 صور مصغرة. تمام، اول حاجة بيقول لك افضل برنامج لتصوير تسجيل صوت اللعبة زائد صوتك. والصورة التانية يعتبر شبهها، بس ما كنتش بعرف اعمل صورة مصغرة فحطيت اي صورة. تالت حاجة بيديك الصورة المصغرة دي، فقلت له ايه الافضل. انا طبعا ما كانش ليا وقت، رحت عملت له ايه، لقد اوقفت الاختبار. ليه وقفت الاختبار؟ عشان زي ما قلت لكم المشكلة الوحيدة اللي فيه اللي هو بيتأخر لحد ما يقرر نسبة المشاهدة من ده لده، فعشان كده دي مشكلة عند يوتيوب. وبرضه هي مش مشكلة قوي، بس لازم تستحمل للآخر عشان ايه يوتيوب يبدأ يحدد لك اني الأفضل.
زي ما وريناكم يا جماعة ايه الافضل، وهو بيختار لكم وكل حاجة. وزي ما قلت لكم الميزة دي هتفيد كتير في منشئين المحتوى الفترة القادمة، وطبعا لازم تعملوها عشان تشوفوا ايه الافضل وايه مش افضل. وكده يا حبايب قلبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، وباذن الله يعجبكم. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة حبايب قلبي، سلام.